بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده الريزو والستريبس. انا عملتها معاكم قبل كده بس هعملها لكم بطريقه تانية. هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا معلقه كبيره خل وزيها صويا صوص غامقه، معلقتين كبار باربيكيو صوص، معلقه عسل نحل، ممكن تحطوا عسل اسود مفيش مشكله، و3 معالق كبار كاتشب، فص ثوم مفروم. احنا ابتدينا بتجهيز صوص الريزو. نيجي بقى للمنكهات: توم بودره وبصل بودره وسكر وملح حسب الرغبه وفلفل اسود وكمان شطه برضو حسب الرغبه وبابريكا. نقلب كل المكونات مع بعض. نيجي لتتبيله الفراخ الستريبس. هحط هنا معلقه كبيره زبادي وزيها مستردة او خردل. نحط بقى معلقتين كبار من صوص الريزو اللي احنا عملناه مع بعض ونقلب كويس. انا غاسله الفراخ عندي كويس بالملح والخل والدقيق. دي كانت شرايح بانيه ومقطعاها كده صوابع رفيعه. هحطها كده في التتبيله. انا بحب اسيبها ليله كامله في التتبيله، بس انت لو مستعجله عليها ممكن تشتغلي فيها كمان ساعتين 3، بس لو بيتيها هتديكي تست احلى واحلى. نجيب بقى نعمل الرز الريزو. في طاسه عندي على النار فيها مكعب زبده ومعلقه زيت وفيها فص مستكه. هنزل بمعلقه اكل سكر، هسيبها بس كده تتكرمل. السكر خد لون دهبي، مش عارفه باين ولا لا في الكاميرا. هنزل ببصله صغيره مكسوره عليها رشه فلفل اسود. مش عايزه البصل ياخد عندي لون، انا بس عايزاه يدبل وريحته تطلع. دبلت. هنزل بكميه الرز، هنزل كمان بالصوص اللي احنا عملناه في اول الفيديو، وهحط كركم وهظبط الملح بتاعي. اديله تقليبه واحده كده. هسقيه بقى بشوربه او بميه سخنه. انا عندي هنا شوربه. هسيبه ياخد غلوه لحد ما يتشرب، بعد كده اهدي عليه النار لحد ما يخلص. هنا لخلطه الدقيق اللي هنعمل فيها الفراخ. عندي هنا دقيق عليه معلقه نشا، واحط كركم وذره ملح وشطه وبابريكا وفلفل اسود وجنزبيل وتوم بودره وبصل بودره. طبعا الشطه حسب الرغبه. مجهزه عندي هنا طبق ميه ساقعه. هحط بقى الفراخ، هاخدها كده شريحه شريحه بسم الله، واغطسها في الميه ثانيتين وارجعها تاني. انا هكتفي بمره واحده، لو عايزين تكرروها كذا مره مفيش مشكله. انا هعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه. مجهزه هنا زيت سخن عندي على النار، سبته يقدح وهديت النار كده تبقى وسطي. هنزل بقى فيه قطع الستريبس بسم الله. ما تقلبوش خالص غير لما تشوفوا اللون ابتدى ياخد لون تحمير، علشان لو قلبتوه كده في الاول الكفر بتاعه هيتفك. مش هقلبه غير قدامكم اهو. ادي كده الناحيه التانية. هبتدي بقى، شفتوا لما خد اللون الذهبي دوت، هو ده اللي انا قصدي عليه. هقلبه بس ياخد كده كمان نفس السوا من الناحيه التانية وخلاص. هبتدي اطلعه. والرز كمان عندي استوى. الرز عندي استوى وطعمه كده تحفه. انا اول مره اجربه بالبصل. انا قلت لكم ان هو بيدي تيست بالصياديه شويه. انا كنت دايما اعمله من غير بصل، بس اهو تجربه نجرب الطريقه دي برضو. شكله بعد ما غرفته كده في علبه علشان يبقى كانك بتاكليه بره في المطعم اللي ما يتسماش. عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه. وتجربه البصل زي ما قلت لكم مديه على صياديه شويه. انا عن نفسي هفضل الطريقه الاولانيه اللي هي من غير بصل، بس جربوها هتعجبكم برضو. اتمنى ان يكون وصفه النهارده عجبتكم، ويا ريت تشيروا الفيديو كتير ولايك وسبسكرايب، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده. وما تنسوش تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيه ايه.